مش راح تصدقوا بلي الحلوى هذه بدون زبده وببيضه واحده بنص فنجان فقط تاع الزيت وانتي حضرتي اروع حلوى. واش نقول لك بنا مش نورمال غيرك جربيها. هانبدا بسم الله في المقادير طريقه التحضير. بس قبل هذا منسايش خيتك اسماء من ابوني ولايك. كنت ضربت عظمه ولا بيضه درت جزء كبير وخليت غير شويه من بعد. درت ملعقه كبيره من السكر العادي خلطت مليح. عندي نص فنجان تاع الزيت زدت خلطت مليح وربع فنجان من ماء الزهر تقدروا تعوضوه بماء الورد ولا ماء عادي. خلطت مليح وهنايا ضفت الفرينه ضفت كاس تاع الفرينه ونص كيس خميره الحلويات بما يعادل نصف ملعقه صغيره. خلطت يعني غير بيديا بلا ما نعجن. نحيت حوالي ربع فقط من العجينه حطيته بجيه وكملت يعني شويه تاع فرينه بس حوش هي يبست شوي. عاود ضفت لها قطعه صغيره ولا نقطه صغيره من البيض هذاك وحتى تحصلت على عجينه طريه بس ما تلصقش بزاف في اليد. هذاك الحشو ولا بالنسبه للحشو درت الكميه تاع العجينه اللي كنت نحيتها مع فنجان تاع كاكاو محمص ومرحي متوسط. وعندي كذلك نص مغرف كبيره عفوا من الكاكاو بني نوعيه جيده وملعقه كبيره من الشوكولاته اختياريه حتى تحصل على خليط ولا اون فارس هاك تكون طريه شوي. قسمت العجينه على اثنين وكيما شفتوا يعني شكلت هذاك الحشو على شكل بودان وجيت يعني طرحتها بشويه تاع فرينه مش رقيقه بزاف ومش خشينه وحاولت نقفلها. وهذاك يعني الجهه اللي نقفلوا عليها هي اللي نحطها من تحت. دهنتها بالبيض اللي قعد لي ورشيتها بالكاوكاو ودخلتها الفرن شاعل على 190 درجه. شعلت لها فقط من تحت من بعد شعلت لها من الفوق. هنايا عسلتها اللي يحبها معسله كامل يقطعها باش يعسلها بعسل. نضيف له شويه ماء الزهر وهاي ليكم بنا مش نوال غيركم جربوها. سلام.